أنا باكره إحساس إن أنت تعمل حاجة من قلبك وبنية صافية وتلاقي اللي قدامك فاهمك غلط، أو حتى رد فعله يجي عكس اللي أنت كنت متوقعه، وتلاقيه بيرد ببرود أو يشك في نيتك أو حتى ما يردش خالص. تساعد حد وتكون فرحان إن أنت وقفت جنبه وتلاقيه مش مقدر كل ده وبيتعامل معاك كأنك مكانه، بتديله خدمات بس مش بني آدم وليك مشاعر. تبعت رسالة تطمن على حد من غير أي مصلحة لمجرد بس إن أنت قلقان عليه، تلاقيه بيرد عليك ببرود أو يشك في نيتك أو حتى ما يردش عليك خالص. كل ده بيوجع مش عشان إحنا مستنيين مقابل من حد، بس عشان الصدمة بتكون في رد الفعل، إن هو شايفك غلط، في الظن اللي مش في مكانه، في ردة الفعل اللي بتخبطك وإنت مش واخد بالك. أنت ما أنتش غلطان لما تكون طيب أو نيتك كويسة، بس الغلط إن أنت تفضل تدي من غير ما تتعلم. الناس كلها ما بتشوفش اللي جوه نيتك، في ناس بتشوف تصرفاتك زي ما هي عايزة، بتفسرها من منظورهم هم. ممكن منظورهم يكون كله شك أو تجاربهم القديمة خلتهم يتوقعوا الأسوأ. في ناس مهما تعمل لهم عمرهم ما يحسوا ولا يقدروا لأنهم مش متعودين على الطيبة، أو إنهم شايفين إن كل حد بيقرب لهم عاوز مصلحة منهم. بس ده مش معناه إن أنت تغير نيتك، لأ، خلي نيتك زي ما هي، بس لازم تبقى واعي شوية وتعرف مين يستحق ومين لأ، مين فعلا هيقدر ومين هياخدك كأنك مفروض عليه. اللي هيفهمك غلط مرة واتنين وتلاتة ساعتها بس لازم تفكر، هو أنا اللي مش فاهم ولا أنت اللي عمال بتدي كتير لناس مش مناسبة؟ مش لازم كل مرة يا أبو حميد تشرح نفسك. أوقات السكوت بيبقى أحسن من الكلام، وأوقات البعد بيبقى أكرم ليك من إنك تقعد تبرر. أنت مش محتاج إن أنت تغير من طيبتك ولا تغير من نفسك، بس محتاج تعرف الطيبة ديت تروح فين والمين. في الآخر بقى اللي بيحكم علينا من نوايا ده عاوزه يعرف إن النوايا ديت ساعات بتضيع لما تقدم لناس حاجة وهي مش مستعدة ليها. النوايا بتروح لأنهم مش بيفكروا فيك. خلي قلبك نظيف بس خليك واعي. قولي بقى في الكومنتات، حصل معاك موقف زي ده ولا ما حصلش؟ ولو حصل عملت فيه ايه؟ وهل فعلا الطيبة بقت ضعف في الزمن ده؟